ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. كل لعيبه الكوره كل نفسهم يلعبوا كوره ان شاء الله. نشوفكم في اكبر واحسن الانديه. معاكم كابتن اسلام مصطفى، فيديو جديد النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اختبارات منظومه رايت تو دريم. طبعا بقالنا فتره كبيره جدا ما نزلناش اي حاجه عن الاختبارات او ما نزلناش فيديوهات عموما على القناه. بس الفتره الجايه ان شاء الله انا ناوي باذن الله نبتدي معاكم صفحه جديده، كل يوم فيديو او كل يومين فيديو على حسب الاختبارات اللي هتظهر وعلى حسب المعلومات اللي عندنا في اي حاجه تخص كره القدم. قعدنا بقالنا سنه كنا الحمد لله ناس كتير استفادت مننا في السنين اللي فاتت. راحت انديه عن طريق اختبارات، عن طريق مواعيد، عن طريق فرص الحمد لله بنوفرها. فاحنا ان شاء الله هنبتدي كل ده تاني، وبشكر الناس كلها اللي سالت عليا خلال السنه اللي فاتت، وبشكر الناس اللي دايما بتستفاد من خلال فيديوهاتنا. ان شاء الله نقدر ان احنا نبقى اضافه ليكم الفتره الجايه. قبل ما نبتدي الفيديو ونبتدي التفاصيل، لو انت اول مره تتفرج عليا ما تنساش تعمل لايك عشان نقدر ان احنا نستمر باذن الله، وما تنساش تعمل اشتراك للقناه عشان اي حاجه جديده تنزل لك على طول اول باول. رايت تو دريم طبعا اقوى منظومه في مصر حاليا، يعتبر هي رقم واحد، لكن انا بفضلها عن الانديه. يعني انا بالنسبه لي لو ابنك نجح في اختبارات رايت تو دريم وانضم لمنظومه رايت تو دريم، افضل من هو ينضم النادي الاهلي، بيراميدز، انبي، الكلام ده كله. اولا اختباراتها كلها مجانا طبعا، بعيد كل البعد عن اي حاجه تدل ان هي طبعا سبوبه. تاني حاجه بياخدوا الولد عندهم، بيبات عندهم، بيتعلم عندهم، بيمشي على نظام غذائي عندهم، كل حاجه متواجده في المكان بتاع رايت تو دريم. فالولد بيروح يقعد في معسكر بيتعلم كل حاجه، من تعليم لغذاء لتمارين لنظام العقليه لكل حاجه. وده الهدف منه، ان في الاخر انشئ لاعب محترف. انا عايز لاعب يطلع لي بره مصر يستفاد منه ماديا كويس قوي. مش عايز لاعب يكسبني دوري، مش عايز لاعب يكسبني ماتش. فده بتفرق في الاختيارات. فانت لو ابنك موهوب فعلا ولاعب كويس قوي واشتغلت عليه كويس، فهتلاقي ده مكان مناسب ليه، لان هم دايما بيدوروا على الموهبه. لو ابنك عنده نواقص فانت لازم تشتغل على الكلام ده كله. ما ينفعش تروح، لان هو مش هياخده غير المميز قوي، مش هياخده غير المميز. لان هصرف وههتم، فانا عايز لعيب يبقى مميز جدا حتى لو عنده بعض النواقص، بس الموهبه موجوده واشتغلت عليها فتره. فانت عشان كده بنقول لك ما تكتفيش بموهبه ابنك، او ما تكتفيش ان ابنك عنده موهبه، لازم تشتغل عليها. طبعا عاملين اختبارات تتعمل في مناطق كتير. اول منطقه عاملينها القليوبيه في مركز شباب سانديون الساعة 2:30 يوم الجمعة الجاية 11 إبريل. عاملينها للولاد والبنات. الولاد من مواليد 2018 لحد 2014 والبنات لحد 2012. 2014 ولاد، 2012 بنات. رقم كابتن محمود كاستيلو، ممكن تتصل تسأل عن أي استفسارات، عشان لو عايز أي حاجة قبل ما تروح، عشان المشوار لو بعيد عليك أو المنطقة بعيدة عليك، عايز تسأل عن أي حاجة تقدر إن أنت تتصل وتسأل قبل ما تروح. الفترة اللي جاية أو الفيديو اللي جاي هعمل لكم فيديو فيه ملخص الفترة دي، لأن في اختبارات كتير أوي الفترة دي. في اختبارات طبعا ما ينفعش تروحها، لأن هي باينة إن هي طبعا سبوبة، وما فيش أي مصلحة منها، عشان ما تروحش أي اختبارات أو أي مكان. وهنبتدي إن شاء الله رحلة الاختبارات الفترة اللي جاية كلها، وكل فيديو بنزله هقول لك اختبارات ايه اللي كويسة تروحها وده لا ما تروحوش ليه، توفيرا لمجهودك، توفيرا لمجهود ابنك، توفيرا لنفسية ابنك، توفيرا للماديات. وانت مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يجيلك اي اشعار بنزله فيديو جديد تقدر انت تستفاد منه. غير الفيديوهات الاختبارات طبعا في حاجات كتير فرص بننزلها، وفي حاجات كتير بننزلها. الفتره اللي جايه مش هصور لكم في لوكيشن كتير، هصور لكم ممكن في العربيه، ممكن في نادي، ممكن في اوضه اللبس، ممكن في حته تانية، عشان انا مش عايز اقف تاني فيديوهات، عايز اشتغل فيديوهات على طول. فان شاء الله هنزل لكم تحت اي ظرف الفيديو المناسب ليكم او اي فرصه مناسبه ليكم. فتابعونا ان شاء الله واشترك في القناه عشان اي فيديو ينزل يجيلك اشعار بيه وتقدر ان انت تتابع الفيديو. كان خلصنا فيديو النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا. كان معاكم كابتن اسلام مصطفى من قناه يوميات لاعب كره قدم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، اشوفكم على خير. السلام عليكم.